كان هناك أولياء للرحمن سبحانه وتعالى، ما الذي يعرفك عليهم حسن الظن؟ تتعرف إليهم وتعرفهم بحسن الظن. إذا أحسنت الظن تعرفت عليهم، وذاك لا يكون إلا بنور البصيرة، ومفتاح نور البصيرة هو حسن الظن. لهذا يقول الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير، حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله. وخصلتان ليس فوقهما شيء من الشر، سوء الظن بالله وسوء الظن بعباد الله سبحانه وتعالى. فإذا أحسنت الظن بعباد الله تعرفت إليهم، وأنت في سفرك وفي حضرك تنوي التعرف على أحباب الله سبحانه وتعالى، لأن لله سبحانه وتعالى أقواما كما ورد في الأثر: من نظرهم أو نظروه سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. لما بلغ هذا الأثر سيدي أبو الليث السمرقندي عندما حج بيت الله الحرام وذهب إلى منى وصلى في مسجد الخيف في منى بعد الصلاة والمسجد ملآن، فقام ينظر في أوجه الحاضرين من حسن ظنه بعباد الله: فماذا تفعل يا إمام؟ فقال: لقد بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: إن لله عبادا من نظرهم أو نظروه سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. لكن نظرهم بحسن الظن، نظرهم بعين المحبة. هذا كل من نظر إلى نبي الله محمد وإلى أحد من خلفائه الأولياء والصالحين بعين المحبة هداه الله ووفقه لاتباع الله، لاتباع حبيب الله ومصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فكثيرهم من نظر إلى النبي محمد لكن ما استفادوا بنظرهم، لأنهم نظروا إليه بعين أنه يتيم أبو طالب، ولو نظروا إليه بأنه حبيب الرحمن صفوة الرحمن أحب الخلق للرحمن صلى الله عليه وصحبه وسلم لانتفعوا به، وكل من رأى له اهتدى. وهكذا الأولياء خلفاء حبيب الرحمن في كل زمان يحفظ الله بهم ذلك الزمان وذلك المكان. ولولاهم بين الأنام لدكدكت جبال وأرض لارتكاب الخطيئة. والله يعرفنا عليهم ويحببنا إليهم ويحببهم البقاء فينا في عافية يا رب العالمين. Allah itu tidak tertentu pada zaman dahulu. Di setiap zaman, di setiap tempat banyak sekali wali-walinya Allah. Pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa mengetahui walinya Allah? Caranya hanya satu: husnudzon, berbaik sangka. Jika Anda selalu berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah, maka kemanapun Anda pergi, dimanapun dan kapanpun, Anda akan menemukan wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala dengan pandangan mata hati. Bagaimana cara membuka pandangan mata hati? Sama, caranya adalah dengan husnudzon. Husnudzon ini sangat penting sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatan laisa fawqahuma syai'un minal khair. Ada dua perbuatan sangat baik sehingga tidak ada yang mengalahkan kebaikannya, yaitu husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Selalu berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah. Sebaliknya, khoslatan laisa fawqahuma syai'un minal syarr. Ada dua perbuatan sangat jelek sehingga tidak ada yang mengalahkan kejelekannya, yaitu su'udzon, berburuk sangka kepada Allah dan berburuk sangka kepada hamba-hamba Allah. Ketika Anda berhusnudzon
kepada hamba Allah, saat itulah Anda akan menemukan wali-walinya Allah. Karena itu, dimanapun Anda berada, baik di daerah Anda sendiri atau ketika Anda sedang melakukan safar, perjalanan, selalu niatkan untuk menemukan kekasih-kekasih Allah, wali-walinya Allah. Maka saat itu Anda akan selalu bertemu dengan mereka.